اذا كيف ما شفتوا الجمع العام العادي ديالنا لموسم 2023 2024 بطريقه باش داز الحمد لله. هذا كيشرف نادي حسنيه اكادير ومن جميع مكونات حسنيه اكادير، والحمد لله انه كنشكروا الناس الساده المنخرطين، بالرغم ان هذا الشهر هذا كنعرفوه شهر ديال العطل، وضحاو بالوقت ديالهم وخلاو الاعمال ديالهم وجاو باش يساهموا في الجمع العام العادي لموسم 23 24. كما اننا كنشكروا جميع الحضور اللي كان بما فيه ممثل الجامعه العصبه الاحترافيه الوطنيه وممثل العصبه الجهويه. كما اننا كنشكروا رجال الاعلام اللي حضروا بكثافه والتغطيه ديال هذا الحدث، وهذا الشيء كان فيهم معتاد لان اعتدينا منهم، احنا معتادين بانه كيحضروا بكثافه. اذا الجمع العام كما شفتوه كان فيه التقرير المالي والادبي، واللي الحمد لله اول مره الجمعيه كتحقق واحد النتيجه ايجابيه اللي هي 9 ملايين ديال الدرهم في هذا الموسم هذا، واللي هذا اذا كيبين على شي حاجه بانه الحسنيه الحمد لله ما غاديش نخافوا عليها مستقبلا. بطبيعه الحال هي في طور البناء، اذا خصنا نصبروا وشويه ديال الصبر وتكون الجهود متضافره وتكون متكامله ان شاء الله من جميع الاطراف. كما اننا شفتوا بانه كاين واحد اللائحه ديال المنخرطين اللي في السابق كانوا كيقولوا بانه راه الناس سدوا، يعني كنشوفوا بانه راه المنخرط ما كاينش المكانه ديالو. اليوم كيتضح لنا بانه ولله الحمد انه الساده المنخرطين كيصادقوا على واحد اللائحه بعد ما صادق عليها المكتب المديري، وهما كيصدقوا على واحد 94 منخرط جديد اللي فيه ناس وازنين وعندهم واحد الوزن ثقيل، وهذا كيشرف الحسنيه ديال اكادير. وكما انه كنشيروا في هذه النقطه هذه بانه كاينه لائحه اخرى ان شاء الله اللي غادي ندرسوها وغادي يصدق عليها المكتب المدير وغادي تعرض على الجمع العام ديال المنخرطين للمصادقه عليها. وفي المستقبل ديالنا ولله الحمد